السلام عليكم، معاكم تامر المغازي، محطة جديدة للتسويق الديجيتال والكونتنت ماركتنج. كنا عملنا فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في الانفورميشن بتاعت الفيديو ده، عن ازاي نقدر نستخدم كانفا كتطبيق يساعدنا في صنع المحتوى المرئي، اذا كانت الصور والجرافيكس والفيديوز او دمج التكست مع الصور من على الموبايل. لكن تعالوا نشوف بقى ازاي نقدر نستفيد بيه من على الكمبيوتر، وكملوا لاخر الفيديو لان في خاصية جديدة اضيفت في الشهرين الاخرانيين تماشيا مع هوجة وموجة وشوطة الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي، وازاي ان احنا نقدر يعني احلام سيادتك اوامر او افكار سيادتك اوامر، ازاي نقدر ان احنا نخلي اللي بنحلم بيه واللي بنفكر فيه واللي ممكن نكتبه كتكست او سبيتش يتحول الى اشياء مرئيه. يلا نشوف الفيديو وهاو تو يوز ويوتيلايز كانفا في صناعه المحتوى من على الكمبيوتر بكل امكانياته، لان هي اكتر شويه او مختلفه شويه عن الموبايل، وكمان how to use ويوتيلايز الارتفيشال انتليجنس اللي موجود على كانفا، وهو من احد التطبيقات والبرامج والمواقع المهمه اللي بتستخدم الارتفيشال انتليجنس والكلاود كومبيوتنج زي ما قلنا قبل كده. يلا بينا. يلا بقى بينا نشوف مع بعض. لما دخلنا على كانفا بنكتب www.canva.com، ومفروض ان انا مسجل هنا عندي اكونت بالايميل بتاعي. الميزه في كانفا ان انت تقدر تعمل فيه اكتر او تقريبا كل انواع الكونتنت اللي انت عايزها، برزنتيشنز، باوربوينت، تقدر تعمل انفوجرافيكس، تقدر تعمل صور لمختلف بقى هنقول المنصات، اذا كانت ويب سايتس او بلوجز يعني مواقع، او للسوشيال ميديا بكل مختلف التطبيقات والمواقع. وكمان نقدر نعمل عليه فيديوز، ونقدر ناخد منه صوت مزيكا نضيفه على الفيديو، او نضيف عليه صوت لو احنا عايزين. نقدر نضيف فيديو من بره وندخله جوه الموقع هنا ونبتدي نعالجه، او ان احنا ننشئ فيديو زي ما انا هعمل دلوقتي من زي ما نقول ايه من العدم. اهو انا عايز اعمل فيديو، ده اللي انا طلبته منه، create design فيديو. ستيب سهله جدا، هيبتدي ان هو يديني شكل الفيديو. ادي السلايد او السين، المشهد نقدر نقول الاولاني، وعندي ده هنا بيبان اهو، وهبتدي اضيف المشاهد المختلفه هنا كده. ثم بيبتدي هنا يديني ايه التمبلت اللي انت عايزه، شكله ايه. اللطيف في كل اللي انا بقوله ده ان انا اقدر اعمل كل الكلام ده من على الموبايل، بمعنى ان انا مش لازم اقعد على الكمبيوتر او الديسكتوب. لا، لو انا مسجل او منزل الابليكيشن نفس الايميل على الموبايل عندي، اقدر ان انا استخدم الايه الموبايل في الايديتنج بروسيس برضه. فعايزين نختار تمبلت يناسب الموضوع. طيب احنا ايه الموضوع؟ ده المفروض كاتب سكريبت، ده مكتوب عندي هنشوفه. انت بقى يعني عندك المفروض الحس الابداعي بتاعك، ان انت بتختار الحاجه اللي هي ممكن تناسب الموضوع بتاعنا عن الفيديو. يعني هنعمل فيديو عن صناعه الفيديو، لا يعني بنتعلم مع بعض ازاي نصنع فيديو، بس هو الفيديو اللي هنعمله عن الفيديوز. فممكن انا شايف التمبلت ده والله لطيف كده، وفيه كونتراست الوان حلو قوي، وفري ما هوش مدفوع، بس احنا هنبتدي نعدل فيه. ودي الميزه بقى، انا مش عايز باور المكتوبه مفرغه جوه دي، انا عايز ده. وممكن الصوره دي مش هستخدمها، انا مش هكتب حاجه في البوكسنج يعني ولا في الرياضه، بس اهي موجوده. طيب ايه اللي انا عايزه؟ ان انا هيبقى عندي كلام هيتكتب هنا. طيب الكلام موجود فين عندي؟ انا كاتبه زي ما قلت لكم اهو هنا. ادي اول مثلا سلايد هتكون غالبا كده، واديني جيت هعمل دبل كليك على التكست الموجود، واروح اعمل بيستنج. طبعا هنصغر الحجم من هنا، شايفين يبتدي يظهر معايا. انا لو مثلا بقى اقف كده اقول له انا عايزه كام، انا شايف ان 100 طبعا عامل حاجه هيوج قوي. هنزل ل 42، سوري 42، هو كان مختار جزء مش كله، فما اصغرش كل الكلام اهو. اكبرها بقى لو انا عايز انها تكبر. انا شخصيا بحب الفونت ده اللاليزار ده، بحسه لطيف شويتين 3. ابتدي بقى ان انا اكبر، وممكن اظبط بقى في تأثيرها، ممكن اروح دايس بعدها انتر، فبقى عندي هذا الشكل. عايز اكبر المسافة هنا اهو لاين كده او كده، بيعمل سبيسز ما بين السطور وبعضها، فانا شفت كده بقى لطيف. لسه عايز شوية تظبيط، خلي ده هنا، وده هنجيبه برضه معاه هنا. حلو.
كبر ده شوية بس كده. كده بقى معانا، لا لسه ما معناش اول سلايد. انا عايز طبعا ان انا احط صورة، فهجيب من الصور هنا من فوتوز صورة لها علاقة بالفيديو ميكنج، فممكن اكتب فيديو ميكنج ان انا هكتب اصلا او عايز اعمل فيديو عن صناعة الفيديو كمحتوى. اللي عليه التاج ده كله paid، مدفوع، واحنا مش في المدفوع، احنا في الفري، والفري يمنحها ك zillions of designs and elements and sources لا يمكن ان تتخيلها. واضح ان مفيش حاجة هنا في هذه الكلمة. ممكن نختار فيديو هنا بقى، دي شرط في البحث فيديو ميكنج ما جابتليش حاجة، لكن ممكن ان انا اشوف اغير الكلمة بتاعة البحث وادور على كلمة تانية. ممكن فيديو، ممكن دي البنت دي، ممكن اللي بيصور بكاميرا. عايزين حاجة بقى ايه تكون معبرة، حد بيتفرج على فيديو يعني زي ده كده او زي ده، ده احسن I think. فالجميل بقى ان هو جابها لي. طبعا دي كانت فيديو انا مش عايزه اصلا، فهشيله ويبقى عندي الصورة دي. وده اللطيف زي ما قلت لكم كده، ان ده ممكن كل السين كل مشهد يكون فيه فيديو والتكست بيدور معاه كمان في الايه في المشهد. طيب انا عايز ارجع دي ورا، انا عايز اجيب المستطيل اللي كان عندي. ففي عندك ببقى واقف كده هنا، ممكن ان انا اعمل رايت كليك، كأن انا بشتغل على فاهمين على حاجه على الديسك توب رغم ان انا شغال على ويب سايت. فعملت رايت كليك هيقول لي send backward، او رجعت الصوره لورا سنه، فبقت الكلام والمستطيل بتاع الكلام قدامه، فبقى الكلام واضح. فايه رايكم كده؟ تعرف ان دقيقه الفيديو تعادل تاثيرها مئات الالاف من الكلمات المكتوبه. ده كده المشهد الاولاني مدته 5 ثواني. الانيميشن اللي فيه اقدر اغيره طالما ان انا قدامي الفرصه اهو، ان انا مخليهوش حاجه، ممكن اخليه ما فيهوش حاجه خالص، يبقى هو صوره بتطلع بالشكل الاصم ده. ممكن بقى هنا ابتدي اقف على كل اوبشن من دول، هلاحظ ان هو بيبين لي او بيعمل لي توتوريال للايه للي هيحصل. ايه رايكم؟ ممكن ناخد ده كواحد افتتاحي. تمام. عايز اكرر بقى نفس المشهد، لان انا هحط تكرارات من الايه من المشاهد. عندي كذا جمله هحطهم، يا اما ان انا بروح عامل من بلس هنا بس هيطلعوا لي فاضي اسود فاضي كده، وابتدي اضيف عليه. طب لو انا عايز نفس الايديتنج يعني او ما يشبهه، اروح الاول هعمل undo واعمل دبليكيت من هنا، دبليكيت اهي، هتبتدي دي نفس المشهد بالظبط. طيب هنبتدي بقى ايه نحط صور تانية للفيديوز. اهو حاطط بقى صورة زي دي كده. شوفوا لما بكبر اهو يبتدي ان هو يشدها معايا، يديني السايز اللي انا ايه عايزه، وبرضه هعمل عليها باكورد. واضح كده؟ هخليها قد التانية، فلازم هاجي هنا وهنا كده. تقريبا عملنا نفس ممكن مبقاش هدلت الصورة، اسيبها واعمل عليها عشان ما ننساش يعني. دي حيلة كده اخراجية. طيب ايه الجملة التانية اللي احنا هنحطها بدل الجملة اللي جاية لنا اوريدي من المشهد اللي فات؟ اهو جبناها. انا طبعا كاتب على وورد، وانصحكم انتوا دايما تعملوا كده. تعرف طيب ان يوتيوب تاني اكبر، يوتيوب تاني اكبر، ممكن ندوس انتر بعدها ويبقى عندي السطرين احنا شايفينهم كده، واكبر عشان تبقى فيها سيمترية وماشية مع تعرف طيب ان يوتيوب تاني اكبر محرك بحث في العالم بعد جوجل، ودي حقيقة. خلاص ماشي الحال. طيب هل هنا المشهد ده هسيبه بنفس الايديتنج اللي هو التامبل؟ لا انا هغيرها مثلا زي كده بريف بقى، ودي غالبا اللي هكملها في كل الخطوات الجايه، وهسيبه 5 ثواني برضو، وهعمل دبليكيت واروح رايح على النص تكست اللي عندي، وياخد السلايد اللي بعدها. طيب سألت نفسك ليه فيسبوك مهتم بفيسبوك واتش؟ وليه فيسبوك واتش
او ليه انستجرام عمل انستجرام تي في. خلاص يبقى احنا هنصغر ده كده ونسيبهم within. كده خلاص. طيب الصورة احنا بقى بنتكلم على فيسبوك وانستجرام. لو كتبنا بقى، وده اللطيف، مثلا فيسبوك، هتلاقي ان احنا عندنا اهو مثلا جاب لنا فيسبوك. زي ما قلت لكم ممكن ان احنا نسيب الصورة ونحط الصورة الجديدة وبعدين نروح عاملين باك زي ما عملنا في كل المرات اللي فاتت، وبقى عندنا نفس المشهد بنفس الايديت بتاعه كل حاجة. هنكمل الحاجات، بس قبل ما نكملها هنشوف ال 15 ثانية اللي احنا عملناهم عاملين ازاي. اهو ادي الوحدة الاولانية، ادي المشهد التاني، وادي التالت. بس كده عملنا 12 سين، 12 مشهد. ضفنا كل اللي احنا كنا عايزينه، بس يعني عملنا نفس اللي كنا بنعمله يعني تقريبا كوبي وبيست. واخر سين عملناه كده بالشكل ده. احنا دلوقتي المدة الإجمالية بتاعت الفيديو بتاعنا دقيقة، وهي مدة لطيفة ان احنا نعملها كمحتوى ممكن اعلاني لفيديو اعلاني او ترويجي يعني. طيب كده فاضل ايه؟ فاضل ان انا هحط الاوديو اهو. ادي بقى عندي بدوس على اوديو هنا، التكست احنا ضايفينه من هنا، الصور بنجيبها من هنا. لو انا عندي حاجة اعمل لها ابلود بتبقى موجودة هنا. لو انا عايز ازود elements بقى تكون لطيفة كده، بعد ما نحط الصوت هنزود element او اتنين اللي هي اشكال او حاجات تعبيرية يعني. ممكن هي زي ايه الاضافات اللي ممكن تبقى موجودة على الصور زي دي كده. طيب هندور على الاوديو. في انا عندي حاطط لها جنري يعني او كاتيجوريز، فممكن ناخد حاجة مثلا زي هابي ويسلينج مثلا. نجرب، ممكن نجرب مورنينج، نجربه من هنا. مش عاجبنا نشوف غيره. برضو اللي مجنبوش علامة التاج، ايه رأيكم؟ ده لطيف زي اللي بيجي في اعلانات التلفزيون. بس كده بقى موجود معانا اهو هنا هابي ويسلينج، وموجود معانا طول مدة الدقيقة. كده انا فاضل عندي مثلا لو اول سين اهوت 5 ثواني زي ما قلنا. الانيميشن بتاعه لما بقف على المشهد كده من بره او السلايد من بره كده، بيديني فرصة الانيميشن بتاعتها تكون عاملة ازاي. بس كده بيكون فاضل بقى ان احنا ممكن طبعا نشيره على طول لو احنا عايزين على السوشيال ميديا. ودي من الحاجات اللطيفة في كانفا، لانه ممكن تستخدمه as a publishing tool، او ان انا هبتدي ان انا اعمل له داونلود من هنا. ولما هيتعمل له داونلود اكيد انتوا هتشوفوه على محطة التسويق فيسبوك او ممكن انستجرام وكمان على اليوتيوب. نيجي بقى للجزء الثالث اللي قلت لكم يعني تابعوا لحد اخر الفيديو عشان تشوفوه، وهو استخدام ال AI بقى في شكله الحديث اللي هو تحويل النصوص إلى كتابة. بنبتدي إن احنا نختار أي تمبلت نشتغل عليه. مثلا هناخد الانستجرام مثلا ستوري كبروجكت فاضي، صفحة بيضاء بقى نبتدي نشتغل عليها، مش فارق يعني نختار أنهي سايز، دي مش قصة. ونبتدي نشوف في شريط الأدوات اللي على الشمال، اللي هو يا إما في الابليكيشنز هتكون موجودة هنا في الحتة دي، يا إما هتبقى موجودة تحت كده تكست تو ايمج. هنلاقيها موجوده على الموبايل وهنلاقيها موجوده على الكمبيوتر او البي سي، يعني لو احنا داخلين من الويب سايت نفسه. بنبتدي خلاص ان احنا نكليك ويبتدي يفتح لنا البوكس بقى او المربع اللي هنبتدي ان احنا نكلمه عشان يحول لنا ما سنقوله له، اللي هي احلامنا، الى صور، الى اوامر. فانا مثلا هبتدي اتخيل معاه ان احنا يعني عايزين نرسم صورة حد بيحتفل بإحراز هدف، لعيب كورة بيحتفل بإحراز هدف في ملعب من ملاعب الكورة. فهنبتدي نكتب له التكست مثلا a football player celebrating scoring a goal مثلا in a football match. لعيب كورة جاب جون بيحتفل. هنبتدي ان احنا نكتب كده هذا التكست يعني. كل ما بنوصف بصورة أدق طبعا بيبتدي يدينا ممكن يعني كإنبوت كويس، يبتدي يطلع لنا اوتبوت أحسن.
فنحاول نجتهد في الانبوت. يعني احنا ممكن ندي كورسات بعد كده ازاي نكلم الذكاء الاصطناعي. بيبتدي تحت يختار بقى او يقول لنا اختاروا انتوا عايزين شكل الاخراج بتاعي يكون حاجه فيلمك ولا ووتر مثلا كولر ولا صوره عاديه ولا صوره شكل الكارت، يعني ايه بالظبط الشكل. فهنبتدي نقول له مثلا هاته لنا فوتو شكل الصوره العاديه اللي هو شكل الكلب ده كده، لا هتكون ووتر كولر ولا مرسوم، ونختار السايز هو نفس البورتري سايز بتاع الستوري عشان يدينا نفس الاوتبوت اللي نركبه على البروجكت بتاعنا اللي هو الصفحه الفاضيه البيضاء اللي على اليمين. بيسمع الكلام ويقعد كده يحرك محركات دماغه وذكائه الاصطناعي، والروبوتات تبتدي تطلع لنا الصور. طبعا بنبص كده على الصور نلاقي برضو ايه، هي دي لسه تعتبر يعني في كي جي 1 ذكاء اصطناعي، نسخ تجريبيه في معظم المواقع، مش كلها متطوره قوي الا اللي بفلوس، هنا ده مجاني. فاللي هو يعني ده بيحتفل بس مفيش خط، وده بيحتفل طب احنا اخترنا ده شكله بيحتفل، أو نكبره بقى عشان نشوف يعني تفاصيل الاحتفال والكوره. هو طبعا مش بيحتفل قوي يعني، بس تعالوا نشوف وشه. انا بحب بقى نقرب من الوشوش بتاعه الصور اللي بتطلع لي، هي من بعيد شكل الولد في ظل كده جاي على وشه من الاضواء الكاشفه بتاعه الملعب وبتاع الدنيا لطيفه. لكن لما بنكبر، انا هقعد اكبر لكم بقى، كبر يا عم كبر، كبر كبر يا عم الحاج. بصوا بقى على وش الراجل عامل ازاي، يعني هو مش طبيعي. تحس ان هو ايه يعني مشوه مثلا، مضروب طلقتين خرطوش. بصوا كل ما هقرب هو من بعيد كان باين كويس، يعني في الشكل اللي على الشمال المربع او الصوره الاولانيه اللي على الشمال فوق شكلها معقول. طب انا هبتدي اقول له بص يا عم مش عاجبني الكلام ده، كرييت من جديد، اللي هو مش عاجبنا عادي بقى براحتنا يعني، الذكاء ده روبوت شغال عندنا يعني، ما بيكلش ولا يمل، يروح مطلع لنا صور جديده. هنا بقى في احتفال، الراجل تحس انه ايه يعني يسمع الكلام بقى، يعني ما عجبوش انتاجه او ما عجبناش انتاجه اللي فات، فراح مطلع لنا انتاج احسن. اهو ده بيحتفل، اهو تعالوا نشوف وشه بقى. هو بيحتفل، الراجل بيحتفل ومتوجه ناحيه الجمهور، بس تعالوا اكبر لكم وشه ما تتخضوش ها. يعني ممكن بقى اللي بيخافوا ممكن يطلع لهم بالليل. بصوا الراجل في ايه اللي حصل في وشك، هو من بعيد شكله celebrating وشكله is laughing يعني، والدنيا كانت لطيفة، بس من قريب he seems to be weird freak، انه غريب الاطوار وشكله مش طبيعي. الاوبشن كمان الجديد اللي طلع اللي هو درو، اللي هو اللي انا اخترته دلوقتي بالقلم ده، احنا نقدر ندرو قلم بقى ماركر، قلم بيكتب ابيض اسود احمر حسب الالوان وخط تخين ورفيع وكل حاجه، اللي هو نقدر نعمل بيه كتابه، فاللي بيعرف يكتب يبقى ده شيء كويس جدا ليه. اذا عجبكم الفيديو بليز لايك واشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات كمان عشان توصلكم الفيديوز الجايه. الفتره الجايه يكون عندنا فيديوز كتير عن صناعه المحتوى. واذا عملتوا نفس الطريقه دي على كانفا سيبوا لنا في الكومنتس ان انتوا عملتوها بنجاح، ان انتوا نجحتوا يعني، او لو عندكم اي مشاكل او اي اسئله عن كانفا هكون سعيد جدا ان انا اجاوب عليها. كده يبقى فاضل بس ان احنا نعمل داونلود بقى لشغلنا، واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.